طبعا من ساعه ازمه الرامات فخليني اقول لك في اوبشن عندنا قيمه مقابل سعر قوي. انت لو انت بتدور على جهاز ورك ستيشن بمعايير الاي سي في وكمان بتاخد كل الاداء الثابت وكل الكلام ده كله، معالجات الجيل ال 12 ومعالجات الجيل ال 11 احنا بنتكلم في رينج ال 20000. اهم جهازين انا بشوفهم في المرحله دي او بشوفهم في الفئه السعريه ديت هو الديل بلاي ستيشن ال 3570 اللي بيجي بمعالج كور اي 7 الجيل ال 12. طبعا مميزات الجيل ال 12 زي ما كان على قبل كده مع كارت شاشه 4 جيجا ورامات 16 النوع دي دي ار 5 وهارد 512. الجهاز ده انا بشوفه صفقه كويسه جدا لو حد بيدور على جهاز ميد رينج نقدر نعتمد عليه. في الكيبورد موجود فيه كل التفاصيل اللي محتاجها، فيس اي دي وبصمه، يعني حتى كمان شويه الدلع دول موجودين. المخارج اللي انت محتاجها كلها، شاحن بتاعه شاحن تايب سي 130 واط فبيديك سرعه شحن مميزه جدا. على الناحيه الثانيه خليني اكلمك على الجهاز ده برده البلاي ستيشن ال 3561 كور اي 7 الجيل ال 11. فانت بتتكلم على جهاز معايير محترمه قوي، كل المخارج اللي انت محتاجها، اتش دي ام اي، يو اس بي تايب اي 3.2 مع وجود كمان الايثرنت اللي بيبقى مهم بعض الناس اللي بيحتاجوا في شغل النتورك والحاجات اللي زي كده. فطبعا الجهاز ده انا بشوفه مميز جدا وصفقه ممتازه لو بتتكلم في رينج ال 20000. فالاجهزه دي احنا بنشوفها من افضل الاجهزه اللي تعتمد عليها، وكمان حالتها زي ما انت شايف حاله مميزه جدا سواء من كل الجهات بتاعته وكمان وجود السماعات ووحده التبريد اللي موجوده. فبتكلم صراحه على جهاز محترم قوي. ديل بلاي ستيشن 3561 وال 3570 سواء الجيل ال 11 او الجيل ال 12 فئه سعريه كويسه جدا.